السلام عليكم، دكتور مصطفى. فيديو جديد. اليوم في الفيديو هذا راح نتكلموا بطريقه سريعه على نفس الموضوع تاع المره اللي فاتت، مرض السكري، ولكن اليوم راح نتناولوا طرق العلاج. وباش نكون الفيديو خفيف راح نقسموا العلاج تاع السكري على 3 محاور اساسيه، نذكرهم لكم هكذا سريعا ومن بعد نفسروا شويه فيهم. المحور الاولي هو النظام الغذائي والنظام المعيشي عموما الصحي، النظام الغذائي الصحي. الحاجة الثانية هي النشاط الحركي المنتظم، النشاط الحركي ولا الفيزيائي، اكتيفيتي فيزيك، النشاط الحركي المنتظم. وحاجة ثالثة هي طبعا الرعاية الطبية. أنا دائما المرضى تاعي نشبه لهم هذه طريقة العلاج هذه بالطابوري. نقول له انت راك قاعد فوق طابوري، راني قاعد فوق طابوري عنده 3 رجلين. الرجل الاولاني هو نظام الصحي الاكلي، نظام الاكل. الحاجه الثانيه هي النشاط الحركي، والحاجه الثالثه هي العلاج. الطابوري ما يشدش على 2 رجلين، لازم 3. يعني لو كان يتكسر واحد من 3 يطيح الانسان اللي راه قاعد من فوق. صور روحك راك فوق هذا الطابوري، وكان ينقص واحد من 3 يطيح بك الطابوري، يعني صحتك تطيح وتولي في المشاكل وفي التعقيدات اللي تكلمنا عليها المره اللي فاتت. نبداو نشرحوا حاجه بحاجه. نظام الاكل الصحي علاش هو علاج للسكر، وهذا اثقل شيء على الناس. تتكلموا على طرق كيمي كما نقولوا هنا بين قوسين الريجيم. احنا ما نقولوش ريجيم، انا ما نقولش ريجيم لانه ماهوش ريجيم، لانه طريقه التفكير اكثر منها كلها ريجيم. اذا تشفيتوا في المره اللي فاتت كي تكلمنا على المسببات تاع مرض السكر، قلنا ولا حاجه الاولانيه الانسان كي يوالف ياكل بزاف السكر قبل ما يولي ديابيتيك، كي ياكل بزاف سكريات والنظام الغذائي تاعو مش مليح، يصرى لنا تراكم دهون، وتراكم دهون هذاك راح يدير لنا مقاومه الانسولين راح تخلي السكر ما يدخلش في الخلايا، اذا يطلع السكر في الدم. فالنظام الصحي غير المتزن راح يدير لنا مقاومه الانسولين، اذا يكون عندنا سكر. فلما نحسنوا النظام الغذائي راح نقصوا مقاومه الانسولين. هاي علاش النظام الغذائي مهم. حاجه ثانيه اللي تذكروا كذلك المره اللي فاتت، قلنا حنايا بين المسببات تاع الازمات السكر العالي بزاف واللي يخلي الانسان يدخل في مثلا في حالات الغيبوبه او في حالات اللي يسموها احنا لاسيدوسيتوز، انه من جهه سكر الدم او معمر بالسكر. هاي علاش فيه تشبيه اللي قلت لكم الكوامن تاع السكر يمشوا في الدم كاش وين يفرغوا السكر، وثم احنا رانا نزيدوا ندخلوا السكر من برا عن طريق البور. فالكوامن يتعمروا في الدم، تصرى كما يقولوا السركاله، كنت سميتها مرة السركاله، يعني الاختناق المروري داخل الجسم. من جهه ثانيه النظام ماهوش صحي او رايح يخلي السكر يزيد يتعقد في الدم. وحاجه ثالثه النظام الغذائي ماهوش صحي راح يكون ثاني مشاكل من جهه اخرى. مثلا كي يكون عندنا نظام غني بالدهون الحيوانيه ويكون غني بالملح وناقص من الماء، وخاصه اذا كان الاكل هذا الاندستريال الترانسفورمي الترا ترانسفورمي، او راح يكون لنا مشاكل اخرى اللي هي رايحه تزيد على يعني تاثر على نفس الاوعيه الدمويه والقلب والعين الى اخره اللي ياثر عليها السكر، يعني يتحاموا عليك الامراض، يتحاموا عليك السكري ومرض القلب الى اخره. فالنظام الغذائي الصحي مهم جدا لانه في الاساس هو منه بدا المشكل. فلما النظام الغذائي يتسقم، ماناش نقولوا للناس بليك روح تبراو من السكر، ردوا بالكم، قلتها لكم المره اللي فاتت، الكبده البنكرياس كي يشيب، اذا ما عوضناش بنكرياس اخر 100% شغال، ماهوش راح يولي الحاله الاصليه تاعو. ما يكذبش الانسان على نفسه، ولكن تقلل وتحبس مشاكل، تستوبي لي بروبليم، التعقيدات يحبسوا وتتحسن طريقه الحياه. فاذا النظام الغذائي كي يكون مليح، انا رايحين نستوبيو الحاله ونحسنوا من الاعراض تاع المرض السكري اللي في الاساس هما في البدايات ما يكونوش بزاف، ما يكونش تاثيرها كبير على الانسان، ما يفيقلهاش. فالغذاء النظام الغذائي هذا واش حاب يقول؟ وعلاش انا نقول نظام غذائي ما نقولش ريجيم؟ لانه في الحقيقه مساله تبديل نمط التفكير وتبديل العقليه. انا واش نقول للمرضى تاعي؟ نقول له انت الكازوز والكاطو تعرفهمش، ما شربتهمش، ما كليتهمش، كونوا صادقين مع روحنا. شكون ما يعرفش الكازوز؟ نعرفوا كاع اللي معكم، نخرجوا نوع جديد نشريوه، خلاص. ما نعرفوش، نعرفوه يا اخي، خلاص. الانسان يستقنع، لازم الانسان يستقنع، لانه
نديروا في بالنا دائما المآل، يعني وين راح يوصلنا التعقيدات عن مرض السكري. الانسان كي يلحق 65 سنه في عمره، يحب يروح الحج مثلا، يحب يطلع للمسجد يقرا، يحب يقرا قران، يحب مثلا يخرج يتمشى، وما يقدرش لانه عين ما كانش، عماها السكر، قلب فاشل، ما يقدرش يطلع دروج، لانه مثلا بعد لا قدر الله انسان مبتور القدمين تاعو ما يقدرش يتمشى. ثم الرجيم دايرو الا ما درتوش دوكا بحبه خاطر وبفليت ساعه كما يقولوا، غدوه الاطباء يسيفوه عليك. لما الانسان يكون عنده مثلا كل 3 ايام يروح يدير دياليز، يعني تصفيه الكلى، صدقوني الريجيم تاع تصفيه الكلى ماهيش حاجه سهله، وبليج عليك بزاف عليك. الا ما درتوش يديروه لك الناس، يديروه لك العائله تاعك، يديروه لك الطبيب تاعك الى اخره الى اخره. واش الفائده؟ فالنظر الى المآل يخليك تستقنع بالحاله الجديده اللي راك فيها. الان الانسان يمشي في حياته، يكبر الانسان في حياته، راه يجوز مراحل، يكون طفل يولي شاب، من شاب يولي كهل، من كهل يولي شيخ، من شيخ يولي يعني في سن متقدمه. وكل مرحله من المراحل عندها متطلبات تاعها وعندها النتائج تاعها. والانسان الذكي والانسان الساجي لازم يتقبل المرحله اللي راهو فيها، ما يعيش كما نقولوا في وقت حدوث ماهوش في وقته. راك في 40 عيش 40، ما تعيش 20. راك في 60 عيش 60، ما تعيش 40. ماشي كيف كل حاجه مرحله عندها الاخر تاعها. فانت الان لازم تستقنع انه الان عندي مرض السكري، وهذا مرض السكري اكتبه لي ربي وفيك عليها اجر كبير الا صبرت. ثم ماهوش نهايه العالم، الانسان اللي عنده مرض السكري ماشي نهايه العالم. ثم تانيك ما راهوش والو، هذيك الانسان لازم يكون فاطن. واش يدير؟ ياخذ هذا الحادث الجديد في حياته بالجديه، ويتبع النصائح اللي يخليوه يتعايش مع هذا المرض بطريقه سهله. الى حقت 80 سنه ما نجيش نجرموك في عرس نقول لك ما تاكلش حبه قلب اللوز في عرس في عمرك 80 سنه، ما عندهاش معنى انه نزيروا عليك في 80 سنه، ولكن هاك لحقت 80 سنه بصحه جيده. هذا هو الفائده، راهي هنا. قبل ما تلحق 80 سنه تلحق 60 سنه 65 سنه مازال تحتاج صحتك، بالك عندك مشاريع ديرها، بالك عندك امور في البيت، عندك الاطفال كبروا يحتاجوا المعونه تاعك الى اخره، ومع صحتك تلاشيك مشكل. فهذا التفكير لازم يكون عندك باش تستقنع، باش تقدر تقنع انه لازم ناخذ اجراءات. اخويا العزيز، اختي العزيزه، كل شيء ولفنا. دائما نقول للمرضى تاعي، انت كي زدت بصباط، زدت بحوايج، ما زدناش بصباط، زدناش بحوايج، نقدروا نخرجوا بلا صباط برا. كاين ناس يمشوا بلا صباط برا، كاين قبائل بارتو في العالم، في ادغال افريقيا يمشوا بلا صباط بلا حوايج عاديه، هي حياتهم. لكن احنا نقدروا نخرجوا بلا صباط. علاش؟ لانه والفنا الصباط ما نقدروش نستغناو عنه. كذلك توالف ما تاكلش السكريات عادي، تمر المده ما تولي ما تحبهاش اصلا، تولي ما تقدرش تذوقها، تولي ما تقدرش تشمها. لازم تعرف انه كي عندك الرغبه باش تاكل سكريات، هذيك رغبه مصطنعه ماهيش حقيقيه. هذيك الجسم تاعك لانك ولفت له يطلب منك تعطيه، ولكن كي تولف له ما ياكلش يولي ما يطلبش منك تاكل. فهذه هي الحاجه الاولانيه، حاجه الانسان يقنع ويشوف، ياكل بذكاء، ياكل بدماغ. وانا نقول للمرضى تاعي دائما كل براسك، كل بدماغك، ما تاكلش بعينيك. في الطابله تاعك خير واش تاكل، ما تاكلش حاجه اللي تضرك. واش الامور اللي يضروا ممكن راح نطرقوا لها في فيديو واحد اخر، لانه تدي بزاف وقت ويخرج من اللي جا الان راه في 10 دقائق. ولكن كاين امور لازم تاكلهم، كاين امور تستغنى عنهم تنحيهم نهائيا، كاين امور تاكل بقانون، كاين امور تاكل على روحك، وراح نشرحوها بالك في فيديو جديد باش ما نكبرش بزاف الفيديو. الحاجه الثانيه اللي هي النشاط الحركي المنتظم. النشاط الحركي المنتظم اللي يقولوا له اونتر كيمي ولا بين قوسين سبور، وانا ما نستخدمش هذه اللفظه مع المرضى تاعي، لانه ما تقدرش تقول واحد في عمره 70 سنه دار سبور بالمفهوم اللي هو سبور يعني النشاط الكومبيتيتيف. لا احنا نقولوا نشاط حركي، يعني اكتيفيتي فيزيك ريغولير، وسطر لي على ريغولير. النشاط الحركي المنتظم سطر لي على منتظم، ما قل ودام. النشاط الحركي المنتظم اللي هو نقولوا احنا مثلا 30 دقيقه
من النشاط الحركي اليومي المستدام اللي تتابع عليه يوميا. اقل شيء 30 دقيقه. 30 دقيقه والو، 30 دقيقه لا شيء، لا شيء. 30 دقيقه، 30 دقيقه تقدر بلا ما تحس تمشي. مثلا اعطي امثله، انا نقرب دائما للمرضى تاعي، مثلا هنا في باب الزوار، تمشي من حي 8 ماي حتى الحي تاع فورد لو برج الكيفان، تولي راحت نص ساعه بلا ما تحس، بلا ما تحس. تقدر لك المشيه هذه انت واصدقاء تاعك عشيه مع عشيه، في عود ما تقعدوا في قهوه وتستقهووا وتاكلوا وتقصروا، امشيو على الطريق شط البحر، ولا مشي في الصابلات هنايا، ولا مشي في الغابه، ولا مشي في وسط يعني حسب المكان يكون فيه جزائر رحبه وكبيره. انت وحبابك ما بلاصه ما تقعد في مكان تتمشى نص ساعه جوج بلا ما تحس، ما تحكيوا وتقصروا وتضحكوا ما تحسش. طبعا النشاط الحركي لازم يكون عنده سيرتن كادونس، عنده واحد الريتم شويه سريع. احنا نقولوا تقريبا مثلا الانسان يكون 5 كيلومتر في الساعه، ولكن هذه الارقام وكذا يخلعوا شويه المرضى. احنا نقولوا يعني المشيه اللي تكون خفيفه شويه تعرقك شويه احسن ما يكون، نص ساعه يوميا. حتى السيدات في البيت تقول لك كيفاش راح ندير سبور في الدار، نقدروا نديروا سبور في الدار. مثلا الا كان عندنا فيلو، بلا فيلو نقدروا نديروا رياضه كذلك، نقدروا نديروا نشاط الحركي المنتظم. نقدر نديروا مثلا سيري نمشي في الدار 10 دقائق 3 مرات في اليوم، واش لازم يكونوا نص ساعه يعني متتابعين. نقدر نقسمها على 3، 10 دقائق 10 دقائق والو، 10 دقائق والو تمشيها في الدار بطريقه ما تحسش كامل، يعني خاصه الا كررتها عده مرات. حتى السيده والمراه في البيت تقدر دير هذا النشاط الحركي المنتظم. طبعا انا ما نتكلمش عن النشاط اليومي تاعك، انا نتكلم برا النشاط اليومي اللي ديرو كل يوم، شغلك وعمل تاعك والى اخره، هذاك ما نتكلمش عليه، هذاك تزاولوا تكملوا لانه داخل في الحسبان او داخل في لا بالونس وفي البيلون جينيرال تاعك تاع الحركه. انا نتكلم حاجه زايده على حياتك اليوميه ابتداء من اليوم. دخل هذيك النص ساعه تاع النشاط الحركي المنتظم. طبعا الا قدرت دير خير وخير، خاصه اذا كانت طريقه متدرجه ومدروسه يكون احسن واحسن. وإحنا عموما في النشاط الحركي المنتظم نطلبوا من الناس اللي تقدر أن يكون عنده نوعين من النشاط. النشاط الأولي راح يكون تاع حرق الطاقة، النشاط الثاني هو زيادة تقوية العضلات. لأنه تقوية العضلات كي يقول تقوية العضلات باش يقول تروح للصالة حتما، يحب يقول تحت كاين بعض لي زيكزارسيس النشاطات اللي تقوي العضلات بلا ما تكون في الصالة. وما نطلبوش منه حتى المرضى انه يدير لا ماهيش مسألة بزاف، مش مساله فوليوم، مش مساله فوليوم، مساله المداومه. ولو كان قليل، ولو كان ان شاء الله ترفض بالي وتبدا دير بها بعض الحركات راح تقوي العضلات تاعك ان شاء الله. مثلا المشيه تكون سور اون بونت، اون بوتيت بونت، هذا الناس اللي عندهم هذاك الطابي اللي يمشيو فوقه، بوتيت بونت تعاونك تقوي العضلات. علاش تقويه العضلات تعاون؟ لانه تقويه العضلات تخلي العضله فور، عضله يعني كي شغل فورنو يحرق السعرات الحراريه. وانت راقد وانت مكسل راقد هي تحرق، فتعاون قد ما العضلات تاعك يكونوا يعني مقويين راح يعاونوك باش تحرق السعرات الحراريه، تولي تبذل مجهود اقل وتعرق ماشي تبذل، نعدل التعبير، بنفس المجهود راح تحرق اكثر. وهذه مهمه بزاف. طبعا ما حبش يقول الا ما تقدرش ما ديرش كاع، لا، الا ما تقدرش نعاودوا نوليو على الاقل نص ساعه يوميا، 10 مرات ولا نص ساعه يوميا، اقل شيء يوميا كلهم. ما لازمش تخلي، لازم تدخل في الروتين تاعك، كيما تنوض الصباح تلبس الباط، كيما تروح تصلي تتوضا، كيما كذلك عندك نص ساعه في اليوم تاعك تاع نشاط حركي عضلي مستمر منتظم. وانت عندك الاختيار طويل، ماش نزيد نكمل هنا يعني واحد طول شويه، راح بالك نديروا فيديو خاص غير على النشاط الحركي المنتظم. الشيء الثالث اللي هو الان متعلق بنا احنا كالاختصاصيين هو الرعايه الطبيه. نقول مليح الرعايه الطبيه ماشي دواء فقط، دواء داخل، ولكن الرعايه بصفه اعم. والهدف من الرعايه، وان كان هذا راهو شغل الاطباء، يعني انت ما عندكش فيه مباشره يعني مساهمه مباشره، ولكن انت المساهمه تاعك بالاصغاء وبطرح الاسئله اللي تحقها وبداء الاراء تاعك، ومثلا الاعراض اللي جاوك بعد اخذ الادويه الى اخره. ولكن عموما باش تعرفوا المتابعه الطبيه تاع المريض السكري تمر على كما يقولوا دي مايلستونز، يعني محطات لازم ندوز عليهم. عموما الرعايه الطبيه تاع مرض السكري ترتكز على الوقايه
بعد ما نكونوا درنا التشخيص تاع المرض السكري وتشخيص تاع التعقيدات اللي رانا فيهم لحد الساعه، نديروا واحد المتابعه الطبيه مستمره عبر الزمن اللي هي راح تكون عندها الهدف تاعها هو الوقايه. الوقايه واش حاب يقول؟ دائما نفركتوا نحوسوا نبحثوا على اسكو كاينين اعراض تاع التعقيدات بداو يبانوا في القلب، في العين، في الكلى، في الرجلين، في الجهاز العصبي الى اخره. والطبيب ولا الفريق الرعايه، لانه في الحقيقه ماهيش مساله طبيب واحد، ردوا بالكم ما تغلطوش الغلطه هذه، ما تخليش الناس اللي يتابعوكم يكون واحد، ما يقدرش يتبعكم طبيب واحد، لازم تكون عندكم فريق تاع رعايه، والفريق تاع الرعايه هذا ما لازمش يكون هكذاك فوضوي، لازم يكون عندكم طبيب العائله هو اللي يستكلف كامل هذه الجوانب، هو اللي يتكلم مع الاطباء تاعكم، هو اللي ينسق العمل الى اخره. يا اخي انا درت فيديو في تقدروا تروحوا تشوفوه تكلمت فيه على هذا المجال. المهم الرعايه الطبيه تاعكم تكون منتظمه، نحوسوا في كل خطره لازم نحوسوا لكم على تعقيدات اسكو كاينين ولا ما كانش، ولا نبحثوا على الامراض الاولى باش نعالجوها في وقتها. لازم كي نشوف العين التيوات تاع العين العروق تاع العين بداو شويه يخسروا، نروح تم نعالج الامر بحاجه صغيره سواء بدواء ولا باللازر ولا بشيء يعني يكون بسيط قبل ما تكبر الامر على عيني واللي ما نشوفش وتولي حتى دير كاع العمليه تاع الدنيا وما تستفادش. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه في الرعايه الطبيه هي انه حنايا دائما طبعا نشوفوا النتائج تاع الاجراءات الدوائيه اللي درناها، وهذه راح نكلمكم على الهيموغلوبين جليكي ولا المخزون تاع السكر في الدم اللي راح يكون لنا هو العبار والميزان اللي يخلينا نعرفوا تطور تاع السكري تاع هذا الانسان، اسكو راه مليح ولا ما راهش مليح، اسكو النظام الغذائي تاعو مليح ولا ما راهش مليح، اسكو الادويه تاعنا راهم مدوهم راهم يفيدوا ولا ما راهمش يفيدوا. هذا المخزون باش بطريقه سريعه هو عباره عن هي كي شغل ايبونج في الدم، تمتص السكر بطريقه منتظمه في 3 شهور، وما حنا كي نعصروا ليبونج هذيك تعطينا نعرفوا شحال ابوبري الانسان هذا كان السكر تاعو في الدم في 3 شهور الاخرانيين، فتعطينا يعني عبار مليح نعرفوا به حنا بلي الانسان هذا راهو يعني هل راهو في طريق مليحه ولا لا. كاين امور واحده اخرين ما ندخلش في التفاصيل، مش هذا هو الهدف، ديجا لحقنا 20 دقيقه. الحاجه الاخرانيه في العلاج اللي هو طبعا الادويه، والادويه كاين عده انواع. كاين الادويه اللي تنظم نسبه السكر في الدم، وكاين الادويه اللي تنقص السكر في الدم. والادويه تنقص السكر في الدم كاين 2 انواع، كاين الكاشيات طبعا، وكاين الانسولين واشباه الانسولين اللي هي تعوض الانسولين الطبيعي اللي يخدمه جسم الانسان. ولكن ماشي هذا هو الهدف ماشي نشرح لكم الادويه لانه بالك نديروا لها فيديو خاص بها. الهدف الان انا نفهمكم كما قلت لكم، نعاود نقول لكم الحكايه تاع الطابوري. ديروا روحتكم دائما قاعدين فوق طابوري هذا مقسم على 3 رجلين، الرجل الاولانيه هي النظام الغذائي، الرجل الثانيه هي النشاط الحركي المنتظم، والرجل الثالثه هي المتابعه والرعايه الطبيه المنتظمه. اذا تكسرت الرجل ما يقدرش الانسان يقعد فوق الكرسي، يطيح به الكرسي. هذا هو. اذا هذه الفيديو حبيت نديرها خفيفه، ولكن الشرح خدا بنا الوقت، راهي في 20 دقيقه. ان شاء الله راح نحاول انه في كل خطره نشرح جانب من الجوانب اللي ذكرتهم هذو في هذا الطابور هذايا. والى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم.